تعالوا بينا النهارده نتعلم ازاي نعمل عقدة الوردة. هي عقدة جديدة وجميلة جدا ومميزة. تعالوا بينا نتعلمها خطوة بخطوة بكل سهولة. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عندي هنا 2 خيط. تمام. هعمل بقى، عايزاكم تركزوا معايا ان احنا هنعملها ازاي. تمام. انا بمسك الخيط اللي في النص ده، الفتلتين اللي في النص دول. تمام. بجيب واحدة كده وبجيب واحدة كده. تمام. وبمسكه كده من هنا، بمسك الخيطين على بعض كده. بجيب بقى الخيط اللي في الطرف ده، بعمله عقدة نص مزدوجة، يعني هي مرة واحدة بس. تمام كده. وبعد كده الناحية التانية برضو هحطها من هنا كده عقدة اهي نص مزدوجة واحدة بس. تمام. بعد كده هشد الخيطين اللي في ده اللي في اليمين والشمال، هشدهم كده وهعدل الخيط بتاعي كده. تمام كده لحد ما اظبطها، بشدهم لحد ما هو الاخر بس كده. بشد ده وده لحد ما عملت العقدة اللي عندي دي. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ انا عندي الخيط ده اهو يمين وشمال، فاخد اللي تحت ده هعمل عليه عقدة مزدوجة، بس هعملها مرة من فوق كده ومرة اعكس اخلي الخيط ده كده وهي من جوه كده. دي مرة. كمان مرة هعملها من بره كده اهي، ومرة هعملها من جوه كده. تمام كده. يبقى انا عملت عندي 2 عقدة مزدوجة، مرة يمين ومرة شمال. تمام كده. بعد كده هعمل الجنب الشمال زي ما عملت ده، هعمل ده. تمام. مرة هعملها من جوه، مرة هعملها من بره. تمام. مرة هعملها من جوه ومرة هعملها من بره كده كده. تمام كده. بعد كده الخيط برضو اليمين والشمال زي ما انا عملت هعملهم برضو على بعض كده اهو كده، وهطلع الفتلة دي اللي تحت اهي من هنا، وهطلع برضو الفتلة التانية كده. تمام. وهشد الخيطين بتوعه اهو وهظبط دي كده كده على الاخر. اظبط الروتي اهو، شدها كويس. اصبح عندي عقدة الوردة